لو زهقتي من كل وصفات الفراخ التقليدية يبقى الوصفة دي ليكي، عشان النهاردة هتحضر لهم أسهل وأسرع فطار في دقايق هتكوني عاملاها بدون تعب ولا مجهود. وصفة الإنجاز بدون حتى وقفة على البوتاجاز. هتعملي النهاردة الفراخ بطريقة عبقرية أحلى من المحلات مليون مرة. عارفة فراخ الشواية اللي بتلف؟ هقولك إزاي تعمليها في البيت بالخضار في صينية واحدة. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. رقم 1 معايا فرخة. الوصفة دي تنفع بفراخ بيضة وكمان فراخ بلدي، مفيش أي مشكلة. مغسولة كويس ومنقوعة ومعمول لها محلول نقع، مية ودقيق وملح وليمون وشوية خل صغيرين. شطفتها كويس وسبتها تتصفى ونحضر لها التتبيلة. على الفرخة الواحدة حباية واحدة من الطماطم، حباية من البصل، حباية من الفلفل، ممكن فلفل حار، فصين كده من الثوم. وهبدأ ان انا احطهم معايا في الكبة او في الخلاط، وعليهم معلقتين 3 كبار من الخل. هيطري الأنسجة ويخلي الفرخة تستوي بسرعة، خاصة ان احنا مش هنسيبها وقت في التتبيلة خالص. وابدأ ان انا احط لها كمان معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو لو متوفر. مش متوفر ما تكلفيش نفسك وضيفي لها معلقة كبيرة من الكاتشب او معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم علشان يديلها لون حلو. معلقتين كبار من الزيت هيديلها لمعة ولون حلو جدا أثناء التسوية. ومعلقة كبيرة من الصويا صوص لو متوفرة. مش متوفرة وعندك دبس رمان حطي معلقة كبيرة. مش متوفر دبس رمان استغني عنهم، مفيش أي مشكلة خالص. الصويا صوص هنا هتديني لون حلو قوي للفراخ وكمان طعم حلو. كده كل الحاجات اللي احنا ضفناها في الكبة او في الخلاط. هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا جدا. انا ما بحبش ان انا اضيف التوابل خالص في المرحلة دي. انا بضيف التوابل معايا قدام كده الفرخة يعني الفرخة تكون قدامي واحط عليها التوابل عشان ابقى مقدرة كمية اللحوم اللي هبدأ ان انا اتبلها. هنزل معايا التتبيلة دي على الفرخة اللي مغسولة ومتصفية كويس جدا ما فيهاش مية ونتبلها. هحط لها نص معلقة صغيرة كده من الملح، وهحط كمان معايا رشة من القرفة حوالي ربع معلقة صغيرة، رشة من الحبهان وورق اللوري المطحون حوالي ربع معلقة صغيرة بيعلي التست جدا، نص معلقة صغيرة من البابريكا هتديلها لون وطعم حلو قوي، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. حطي بقى رشة زعتر هتديكي ريحة حلوة جدا مع الفراخ. أي توابل مشاوي، أي توابل فراخ، 7 بهارات، أي توابل مشكلة بتستخدميها استخدمي منها معلقة صغيرة كده مليانة. دي كل التوابل اللي أنا ضفتها معايا على الفرخة، وهبدأ إن أنا أتبلها. تبليها كويس جدا من بره ومن جوه، ورقي كده بين الجلد ولحم الصدر، وابدأي إن انتي حطي الخلطة دي جواها هتديلها طعم رهيب. لو عندك وقت بقى اعمليها قبلها بيوم، والفراخ دي بتكون ممتازة في العزومات. لو عندك أكتر من فرخة كده تعمليهم في الصينية ومش هياخدوا وقت منك إطلاقا. طيب ما عندكيش وقت، أنا كمان ما كانش عندي وقت. تبلتها بالشكل ده وسبتها تقريبا على الرخامة نص ساعة لغاية بس ما حضرت الخضار اللي أنا هعمله في الصينية، لأن مش لسه هشوي فراخ وأعمل صنف خضار، لأ كله مع بعض، والخضار كمان بيكون متطعم وآخد من طعم الفراخ. هاتي بقى الخضار اللي انت حباه. أنا قطعت معايا مكعبات كبيرة كده من الكوسة ومكعبات كبيرة من البطاطس. حابة تكبري كمان عن كده الخضار مفيش مشكلة، هتكبري أو تصغري حجم الخضار حسب حجم الفراخ اللي انت مستخدماها وهتاخد منك تسوية قد ايه. جبت بصلاية كمان قطعتها شرايح بعد كده يعني لمكعبات كده كبيرة شوية وخليها على جنب، وكمان حباية كده من الفلفل لو انت حابة. لو هتعمليها مع بطاطس بس حلقات كده زي صينية بطاطس بتكون ممتازة. واقطع كمان واحدة كده من الطماطم مكعبات. جهزي بقى كمية الخضار اللي انت حباها، حطي بسلة، حطي جزر، حطي فاصوليا، اعمليها زي تورلي كده، اللي متوفر عندك استخدميه. بعد بقى ما هقطع الخضار هجيب صينية كده تدخل الفرن، وهبدأ ان انا احط فيها كمية الخضار اللي انا مجهزاها كلها. وابدأ ان انا كنت مبقية عندي معلقة كبيرة كده من التتبيلة اللي حضرناها مع بعض، هنزلها معايا على الخضار بالشكل ده، ونبدأ بقى نتبل ونبهر الخضار. رشة من الملح حوالي ربع معلقة صغيرة، وهحط كمان معايا رشة كده من القرفة بتديله ريحة حلوة جدا، رشة كمون، رشة فلفل اسود. ايه توابل كده اللي انت حابة تتبلي بيها الخضار مفيش اي مشكلة، رشة الكمون بتدي ريحة حلوة جدا مع الخضار. وهبدأ ان انا اقلب الخضار ده مع معلقة كبيرة كده من الزيت عشان ياخد لون حلو كده اثناء التسوية في الفرن. هقلبه كويس جدا، وكده كل حاجة حرفيا جاهزة معايا. تعالوا بقى نشوف تطبيق الوصفة وازاي ان احنا هنسوي الفراخ والخضار تسوية مظبوطة في الفرن الاتنين مع بعض. هقلب الخضار مع بعض بالشكل ده، وهحضر معايا
الحامل الحديد اللي هو بتاع الفراخ بيتباع عند مستلزمات الأدوات المنزلية، بيتباع في أي مكان وسعره مش غالي إطلاقا. أنا كنت جايباه من سنين، يعني كان سعره 5 جنيه، كان تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين كان سعره 5 جنيه، يعني ولا حاجة. والبديل بتاعه أي إزازة كده من بتاعة الصوصات بتاعة الحاجة الساقعة، برطمان حطي 3/4 مية أو 3/4 الإزازة مية، واستخدميها بنفس الطريقة وما تخافيش مش هتفرقع ولا هيحصل لها حاجة. حطيت كده معايا الفرخة على الحامل بالشكل ده، والكبدة برضو بتاعت الفرخة حطيتها مع الخضار مفيش مشكلة. جبت كده خلة وهبدأ ان انا اثبت بيها الأجنحة، لان الأجنحة اول حاجة معرضة انها تقع معايا من الفرخة، فخليها ثابتة عشان الفرخة يكون شكلها كده مظبوط. هظبط الفرخة، كل حاجة جاهزة معايا، نبدأ ان احنا نحضر. معلقة كبيرة كده من الصلصة، عليها حوالي كوباية كبيرة كده من المية، وادوبها كويس جدا، لان طبعا الخضار ده محتاج سوائل علشان يستوي، وكمان الفرخة محتاجة بخار يطلع عليها علشان تستوي بطريقة مظبوطة. حطيت معايا كده كوباية المية الكبيرة المغلية على الخضار، كل حاجة جاهزة معايا، نبدأ ان احنا نظبطها كده وندخلها الفرن. بتدخل معايا فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط بشوية. بجيب الشبكة أو الرف الأوسط للفرن، بحطه معايا في الرف اللي فوق الصاجة على طول، يعني الفراخ بتكون في أقل مستوى فوق الصاجة على طول. بحط معايا الصينية في نص الفرن كده واسيبها معايا. الخضار هيغلي، البخار بتاعه أو بتاع المية دي هيطلع على الفرخة هيسويها لنا. الفرن طبعا شغال من تحت بس، لو عندك مروحة شغليها توزع معاكي الحرارة. طول ما هي في الفرن، لو لقيتي المية اللي على الخضار دي نشفت والخضار لسه مثلا جامد أو ني لأنه مش متغطي، تقدري تزوديله شوية من المية المغلية. بعد حوالي ساعة، ساعة و10 دقايق كده، بتختبري التسوية بتاعة الفرخة بشوكة بسكينة، بعودشي شطاووك تغرزيه في الصدر وفي الورك. ما طلعتش سوائل، ما طلعتش أي حاجة، استوت تمام كده، حلو جدا. هي أصلا بتاخد اللون بتاعها من توزيع درجة حرارة الفرن، يعني مش بتحتاج إن أنا أشغلها الشواية. لقيتي الفرخة معاكي بدأت تاخد لون ولسه ما استوتش قوي، ممكن تقفلي المروحة أو تهدي درجة حرارة الفرن شوية لغاية ما الفرخة تستوي معاكي لو حجمها كبير. والخضار ما شاء الله بياخد من طعم الفراخ والصوص كده أو البهاريز اللي بتنزل من الفراخ، فبيكون من طعمه حلو قوي. لون الفراخ يا جماعة في منتهى الجمال، خطير. لو مش عايزاه تاخد لون جامد قوي من فوق، تقدري تبلي ورقة زبدة أو ورقة فويل وتغطي بيها الفراخ من فوق علشان ما تاخدش لون زيادة. لكن هي كانت في منتهى الروعة. الخضار دايب ولكن مش مهري، والفراخ بصوا بالمعلقة طرية طراوة كده ما تتوصفش، حتة زبدة مع شوية رز بشعرية بقى، وأحلى فطار تحضريه. جربوا الوصفة دي، متأكدة إنها تعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.